بتبدأ الحكاية بنقطة مية لونها ذهبي وقعت من السما للأرض، وبسبب نقطة المية دي كبرت وردة سحرية، والوردة دي كان لها القدرة إن هي تشفي المرضى والمصابين. وبتمر السنين وبيظهر مملكة قريبة من شط البحر، وكان بيحكمها ملك وملكة محبوبين. والملكة بتكون في أواخر شهور حملها، لكنها بتكون مريضة وحالتها كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله. ووقتها الملك بيبعت الحراس بتوعه عشان يجيبوا الوردة السحرية. ومن ناحية تانية بنشوف جاسل، ست عجوزة وكانت بتستخدم الوردة عشان ترجعها شباب تاني. بس حراس الملك عرفوا يوصلوا للوردة وأخدوها ورجعوا للمملكة تاني. وفعلا سحر الوردة شفى الملكة ورجعت سليمة تاني. والملكة بعدها أنجبت بنت وسماها رابونزل. ومن وقتها الملك والملكة بيحتفلوا بعيد ميلادها وبيطيروا مصابيح منورة في السماء. ولكن جاسل رجعت لهم تاني وعرفت ان سحر الوردة اتنقل لشعر رابونزل، فراحت وقصت خصلة من شعرها. بس بتكتشف ان لما تقص شعر رابونزل السحر بيختفي على طول، فما كانش قدامها حل غير ان هي تخطف رابونزل وتربيها عشان تستفاد بشعرها وكمان تفضل طول عمرها شباب. وفعلا خدتها البرج بعيد جدا وربتها كأنها بنتها. وكل سنة يوم عيد ميلادها كان الملك والملكة بيطيروا مصابيح كتير في السماء على أمل إن في يوم من الأيام ترجع لهم رابونزل. وعدت السنين وكبرت رابونزل وبيكون عندها حرباية بتلعب معاها. وكان حلم رابونزل إن هي تخرج برا البرج ده اللي طول عمرها عايشة فيه. وكان نفسها يوم عيد ميلادها تروح تشوف المصابيح المضيئة اللي بتشوفها كل سنة. وفي الناحية التانية بنشوف فيلين رايدر، واللي بيكون حرامي مشهور وكان بيسرق تاج من القصر الملكي، وفعلا سرقه وهرب من الحراس. وبنرجع تاني لرابونزل لما كانت بتنزل شعرها من البرج عشان تطلع مامتها. بس في اليوم ده رابونزل طلبت من مامتها ان هي تخرج برا البرج عشان بكره عيد ميلادها ال18، وكان نفسها تشوف المصابيح المضيئة اللي بتظهر كل سنة يوم عيد ميلادها. بس مامتها بتقعد تخوفها من العالم اللي برا البرج، وبتقول لها ان العالم مليان وحوش وانها لو خرجت من هنا هيبقى في خطورة كبيرة على حياتها. وبعدها سابتها ونزلت. وبنرجع تاني الرايدر اللي كان لسه بيهرب من الحراس بعد ما سرق التاج، وبيفضل يجري ويهرب لحد ما بيلاقي نفسه فوق الحصان ده. بس الحصان برضه كان عايز ياخد منه التاج، لحد ما رايدر عرف برضه يهرب من الحصان ولقي نفسه قدام برج رابونزل. فطلع البرج عشان يستخبى من الناس اللي بتجري وراه. بس رابونزل استقبلته وضربته على دماغه بالطاسة، فعلى طول رايدر اغمى عليه. فرابونزل اخدته وخبته جوه الدولاب بتاعها، وبتكون مبسوطة إن هي قدرت تحمي نفسها مش زي ما مامتها فاكرة. وبعد شوية بترجع مامتها من بره وبتتكلم معاها تاني في موضوع الخروج. بس مامتها المرة دي زعقت لها جامد وقالت لها لازم تنسى الكلام ده كله. ووقتها رابونزل بتخاف جدا وبتقرر إن هي متقولش لمامتها على الشخص اللي في الدولاب. دي كمان طلبت من مامتها إن هي تروح تجيب لها حاجات معينة، والحاجات دي هتحتاج وقت 3 أيام. وبالفعل مامتها سمعت الكلام ومشيت عشان تجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها. وبعدها رابونزل راحت عشان تخرج رايدر من الدولاب، ولما فاق لقي نفسه مربوط. ورابونزل بتسأله انت مين وعرفت مكاني هنا ازاي. وكمان بتستغل ان هو معاها وبتطلب منه يخرجها من البرج ويروح يفرجها على المصابيح المضيئة. وفي المقابل رايدر حكى ليها كل حاجة وعرفها ان هو كان بيهرب من العصابة، وفعلا بيخرجوا من البرج. ورابونزل بتكون مبسوطة وحاسة بالحرية. وبنروح للحصان اللي كان لسه بيدور على رايدر. وفي نفس الوقت بترجع مامة رابونزل، وأول لما بتشوف الحصان بتفهم إن كان في حد موجود هنا، فبتروح جري على البرج. وأول ما بتنده على رابونزل مفيش حد بيرد عليها، فبتدخل من الباب السري للبرج وطبعا ما بتلاقيش حد، بس بتلاقي التاج وبتلاقي صورة رايدر. وبكده عرفت إن رابونزل مع رايدر. وبنرجع لرابونزل لما رايدر بياخدها المطعم مليان مجرمين، والمجرمين أول ما بيشوفوه بيبقوا عايزين يسلموه عشان بيبقى محطوط على راسه مكافأة كبيرة جدا. وبيقعدوا يتخانقوا على مين هيسلمه وياخد المكافأة. بس رابونزل بتنجح إن هي تخليهم يسيبوه عشان هو اللي هيقدر يوصلها للمصابيح. وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا معاها، وكل واحد فيهم بيقول لها على أمنيته، لحد ما بيوصلوا الحراس ومعاهم العصابة اللي كان شغال معاها رايدر. لكن المجرمين بيساعدوا رابونزل ورايدر ان هم يهربوا. بس الحصان بيعرف مكانهم وبيبدأ يتخانق مع رايدر. بس رابونزل بتنقذه وبتخليه يتشعبط في شعرها، وبيهربوا هما الاتنين واخدته واستخبوا جوه الكهف.
لكن المشكلة ان كان في مية بتدخل جوه الكهف وبكده ممكن يموتوا، وبيكون هما الاتنين خايفين وبيقعدوا يقولوا لبعض اعترافاتهم. فرايدر بيقول لها ان اسمه الحقيقي يوجين، وهي قالت له ان عندها شعر سحري، وبيجي لها فكرة وبتبدأ تغني وشعرها بيلمع وبينور في الضلمة. ورايدر بيكون متفاجئ عشان أول مرة يشوف حاجة زي كده، وبسبب شعرها اللي نور عرفوا الطريق اللي هيخرجوا منه، وفعلا عرفوا يخرجوا من الكهف. بس رايدر برضه بيكون متفاجئ وما بيكونش فاهم أي حاجة. وبنرجع لمامتها اللي راحت للمجرمين اللي كان شغال معاهم رايدر وسلمت لهم التاج، وقالت لهم اللي أحسن من التاج إنكم تنتقموا من رايدر. وبنرجع تاني لرايدر وبنشوف إن إيده كانت متعورة لما خرج من الكهف، ولكن رابونزل بتعالجه بشعرها المسحور، وبتقوله إن شعرها بمجرد ما يتقص بيفقد لونه وكمان بيفقد قوته السحرية، وعشان كده عمرها ما نزلت من البرج وعمرها ما قصت شعرها. ورايدر هو كمان كان قاعد يحكي لها على مغامراته، وفضلوا يتكلموا مع بعض طول الليل. وبنلاحظ في الوقت ده انهم بدأوا يعجبوا ببعض. وبعدها رايدر راح عشان يجيب حطب عشان النار كانت هتطفي. وفي الوقت ده مامتها وصلت لها وسلمت عليها وطلبت منها ان هي ترجع معاها للبرج، بس رابونزل رفضت ان هي ترجع معاها. فمامتها قالت لها ان رايدر ما بيحبهاش وبيعمل كل ده عشان التاج مش اكتر، واول ما ياخد التاج هيسيبك ويمشي. وبعدها مامتها اديتها التاج وسابتها ومشيت. فبتقعد رابونزل تفكر في كلامها. وبيرجع تاني رايدر. اما مامتها فكانت بتراقبها من بعيد ومعها العصابة اللي كان شغال معاها رايدر. وبعدها خلص اليوم وناموا. وتاني يوم رايدر بيصحى على وش الحصان اللي ما بيحبوش، بس رابونزل بتحاول تهديه وتوقفه وبتعرف تسيطر عليه، دي كمان بتصالحهم على بعض وبتخلي الحصان يوصلهم للمدينة. وفعلا وصلوا للمدينة، والبنات الصغيرة كانوا عمالين يلموا شعر رابونزل، ورابونزل بتلعب معاهم وبتكون فرحانة جدا. وبيكونوا قدامها لوحة كبيرة، واللوحة دي فيها صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة. بس رابونزل ما كانتش واخدة بالها من حاجة وفضلت تلعب مع الأطفال في الشارع. وبعدها رايدر خدها على المركب عشان يروحوا ويفرجها على المصابيح. وفي الناحية التانية الملك بيكون حزين عشان مر 18 سنة وبنته لسه ما رجعتش، بس رابونزل بتكون مبسوطة عشان حققت أمنيتها وقدرت تشوف المصابيح على الحقيقة. وبتفرح أكتر لما رايدر جاب لها مصباحين عشان يطيروهم سوا. وفي الوقت ده رابونزل قالت له إن هي معاها التاج وممكن تديهوله لو عايز. فرايدر بص على الشط وليه العصابة مستنياه، وقال لرابونزل إنه هيروح يخلص الحكاية دي وهيديهم التاج اللي هم عايزينه. وفعلا رايدر راح للعصابة، بس العصابة فاجئته وقالوا له إنهم مش عايزين التاج، هم عايزين البنت اللي عندها شعر سحري. أما رابونزل فبتكون قاعدة في المركبة وقلقانة وخايفة لا يكون كلام مامتها صح. ورايدر بياخد التاج وبيمشي. وبعدها العصابة راحت لرابونزل وقالوا لها ان رايدر اخد التاج ومشي، بس طبعا رابونزل ما بتصدقهمش، فخلوها تتفرج عليه وهو راكب المركب بتاعه وبيهرب. وخلاص العصابة كانوا هيخطفوها، بس مامتها جت وعرفت تنقذها. وطبعا كل اللعبة دي مامتها اصلا اللي عاملاها. فبتقرر رابونزل ان هي ترجع مع مامتها للبرج، وبيكون قلبها مكسور من اللي حصل من رايدر. وبنروح لرايدر وبنعرف ان العصابة ربطوه في المركب وزقوه ناحية قصر الملك، وفعلا لما بيوصل الحراس بيمسكوه. وبنرجع تاني لرابونزل وبيكون معاها ورقة من اللي بتبقى في قلب المصابيح، والورقة دي بيكون مرسوم فيها الملك والملكة وبنتهم. فبتبدأ رابونزل تربط الأحداث ببعض، وآخرا فهمت إن هي الأميرة المفقودة بنت الملك والملكة. أما رايدر فبيروح للسجن وبيعرف من المجرمين إن مامتها هي اللي قالت لهم على شعرها المسحور. وفي الوقت ده رايدر بيفهم إن هي في خطر والست اللي معاها دي مش مامتها. وبنرجع تاني لرابونزل وخلاص بتكون عرفت الحقيقة وبدأت تعترض على كلام مامتها، وقالت لها ان هي الأميرة المخطوفة، وبرضه قالت لها ان هي اللي خطفتها من أهلها. فبتبدأ جسل تهديها، بس بتلاقي ان مفيش فايدة معاها، فبتقلب على الوش التاني وبتتعصب عليها. أما رايدر فبيكون اتحكم عليه بالإعدام بسبب اللي هو بيعمله، بس بيظهر أصحابه اللي كانوا معاه في المطعم وبيبدأوا ان هم يساعدوه عشان يهربوه. وفعلا عرفوا يهربوا من القصر، وكل ده بمساعدة الحصان اللي هو أصلا ما كانش بيحبه في الأول. وبيجري رايدر بالحصان لحد ما بيوصل للبرج، وبيفضل ينادى على رابونزل، بس رابونزل ما كانش بترد عليه. وفجأة شعرها بينزل من البرج، فرايدر على طول طلع للبرج. وبيتفاجئ ان رابونزل مربوطة واللي نزل شعرها هي جاسل، واللي على طول ضربت رايدر واغمى عليه.
فرابنزل طلبت من جاسل إن هي تفكها عشان تعالج رايدر، ومقابل ده هتقعد في البرج ومش هتروح في حتة. فجاسل اقتنعت بكلامها وخلتها تساعده، بس وهي بتساعده رايدر قرر يخلص الحكاية دي وقص شعر رابنزل بحتة إزاز كانت موجودة جنبه. وفي الوقت ده الشعر فقد السحر بتاعه ولونه اتغير، وجاسل رجعت ست عجوزة تاني. ولما بتشوف نفسها كده بتتصدم وبتتعصب لدرجة انها وقعت من فوق البرج وماتت. ورابنزل بتحاول تساعد رايدر بس للأسف مش بتعرف وبتقعد تعيط. بس أول لما دموعها بتنزل عليه السحر بيشتغل تاني ورايدر بيخف. وبعدها رايدر أخدها وراح للملك والملكة. وطبعا الملك والملكة بيكونوا متفاجئين إن هم شافوا رابنزل تاني بعد 18 سنة، وبيكونوا فرحانين جدا إن هي رجعت لهم. وبعدها المملكة كلها بتحتفل برجوع الأميرة المفقودة، وبيتجوز رايدر ورابنزل وسط المملكة كلها. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.